الكل يكون بخير. هو انا لو مش رابط حزام الامان الايرباج مش هيفتح؟ ده سؤال اجابته بسيطه ومعقده في نفس الوقت، بس عشان تقتنع بالاجابه تعال في الاول نتكلم عن الايرباج كواحد من اهم وسائل منظومه السلامه المساعده للسائق، ودي بتنقسم لقسمين. الاولى منها وهي وسائل السلامه الخامده او الخامله، ودي اتسمت بالاسم ده لانها بتفضل خامده وبدون اي وظيفه لحد ما يحصل حادث التصادم، ودي بتبتدي تظهر في المشهد عشان تقلل من مخاطر التصادم على الركاب، ودي منها حزام الامان والايرباج وغيرها كمان. اما النوع الثاني وسائل السلامه النشطه، ودي بتشتغل دايما على مساعده السواق ان هو يسيطر على العربيه ويتحكم فيها في وضعيه قياده امنه، زي انظمه الفرامل المختلفه ومنها الاي بي اس، الاي بي دي، الاي اس بي وغيرها كمان. نرجع بقى للايرباج كواحد من اهم وسائل السلامه الخامده اللي بيمنع اصطدام جسم الانسان باي جزء صلب من اجزاء العربيه، فتقل معاها احتماليه الاصابات الخطيره مع التقليل من خطوره الديكلاريشن انجري او ما يسمى باصابه التباطؤ. فكره الايرباج بتعتمد على مجموعه من الحساسات اللي بتقيس معدل الانخفاض بسرعه العربيه بعد التصادم، وتبعت اشاره للوحه التحكم فتقوم بتشغيل الوسائل الهوائيه عن طريق كبسوله متفجره. الكبسوله المتفجره دي موجوده جوه كيس نايلون، وده اللي بيحصل فيه التفاعل الكيميائي ما بين مواد الكبسوله المنفجره. التفاعل ده بيحصل ما بين ماده ازيد الصوديوم مع ماده نيترات البوتاسيوم علشان ينتج من التفاعل ده كميه من الغاز النيتروجين، وهو ده اللي بيملى الكيس ويخليه ينتفخ، فبتخرج الايرباج من مكانها. قوه الانفجار ده بتكون بسرعه تصل ل 322 كيلو متر في الساعه. انتوا متخيلين يا فنديه؟ وفي وقت زمني لا يتجاوز 1 على 25 جزء من الثانيه في التصادمات المتوسطه، و1 على 15 جزء من الثانيه في التصادمات اللي بتحصل على السرعات العاليه. كل ده بيحصل في اول 20 الى 35 ملي ثانيه بعد التصادم. انفجار الكبسوله وانتفاخها بيحصل لما بتنتج قوه تصادم تتراوح ما بين 16 و24 نيوتن، ودي بالمناسبه ممكن تنتج على سرعات تتراوح ما بين 30 و40 كيلو متر في الساعه. علشان كده تلاقي بعض موديلات العربيات مجهزه بطريقه ان انت تقدر تعدل من السنسور بتاع الايرباج، ممكن تزوده او ممكن تقلله، او انه يشتغل مثلا بعد سرعه معينه انت اللي بتحددها له. وده اللي خلى بعض شركات تصنيع السيارات تقوم بتطوير المنظومه دي لخطوره النتيجه لو ما كنتش بتستعمل حزام الامان، واشترطت فتح الايرباج اذا كان حزام الامان مربوط، وده علشان نتفادى النوع ده من الاصابات، اصابه التباطؤ اللي اتكلمنا عليها، لان عدم استعمالك لحزام الامان بيلغي فائده وجود الايرباج، خصوصا بسبب تزامن التصادم بين جسمك واجزاء العربيه الداخليه مع بدء عمل الكبسوله المتفجره وتجهيزها للايرباج ان هو يشتغل. ده لوحده كفيل انه يتسبب في اصابات خطيره جدا، وده يعتبر الخطر الاول لعدم استعمال حزام الامان في حاله وجود ايرباج في العربيه. اما الخطر الثاني فبيتمثل في تصادم الاعضاء الداخليه داخل جسمك مع بعضها بسبب الضغط عليها بعد الايرباج ما يفتح. حضرتك مش رابط حزام الامان، واللي دوره ان هو يمنع جسمك ان هو يوصل للايرباج، فيمنع ان يحصل نزيف داخلي حتى على سرعه 40 كيلو متر في الساعه او اقل. كلام بقى الافنديه اللي بيتضايقوا من صوت الالارم اللي اتعمل عشان ينبهك لاستعمال حزام الامان، فبيستخدموا ايه؟ سكاته، او انه يربط حزام الامان طول الوقت من ورا ظهره. طبعا ده ممكن يبدو للبعض ان هو شيء عادي وبسيط جدا، بس للاسف النتيجه هتكون كارثيه، لان ببساطه منظومه الايرباج هتفهم ان حزام الامان مربوط وبالتالي هتشتغل. بس بقى المشهد الاكثر عبثيه هو ان حد يقرر وبكامل ارادته انه يعطل نظام الايرباج في عربيته، وخصوصا لو كانت العربيه جديده. مش كده وبس، ده بيروح لمراكز خدمه وبيدفع لهم فلوس علشان يعطلوا له نظام الايرباج في العربيه، وده بس عشان يوفر تكاليف تصليح التابلو عشان لو حصل حادثه. انت ممكن تعمل كده فعلا. الكلام ده لو هتوفرها عشان تستعملها على سريرك. من اكتر بقى المشاهد خطوره هو وجود طفل صغير على رجل حضرتك او على رجل حضرتك وانتوا سايقين، او لو كنت موجود في الكرسي اللي جنب السواق، لان حضراتكم بتعرضوه لخطر وجوده في وضع اقرب للدركسيون، وبالتالي هيكون قدام انفجار قذيفه بسرعه 322 كيلو متر في الساعه، وغالبا هيتعرض لاصابه قويه جدا. المعلومه الاهم بقى والخلاصه هي اللي اكدتها الاداره الامريكيه الوطنيه للسلامه المروريه على الطرق السريعه في تقرير رسمي، بان الايرباج بيقلل من احتماليه الوفاه بمعدل 12%، زي ما حزام الامان بيقلل من احتماليه الوفاه او الاصابه بمعدل من 40 ل 60%، بشرط استخدام الاثنين مع بعض، مش واحد منهم على حساب الثاني. واعلنت كمان ان الوفيات الناتجه عن التصادمات الجانبيه انخفضت بنسبه 41% تقريبا في العربيات المجهزه بايرباج، وقلت الوفيات بنسبه وصلت ل 63% سواء للسواق او للراكب الامامي، وربنا يستر طريقه.